كنا مسلم بصراحة عن كل همومك بالراحة، رح نسمع لك كل كلامك ونرد عليك السلام عليكم ورحمة بفصاحة. الله وبركاته. متابعي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم بصراحة، وحلقة جديدة من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع لي ولكم. معنا في هذه الحلقة ضيف كريم، حبيبي وأستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ الشيخ طاهر جلال مأذون بندر شربين. الله يبارك لك. الله يبارك لك. أرحب بك يا أستاذ طاهر. مرحبا يا بنسعد بك. احنا الاسعد. الله يبارك لك. الله يبارك لك. معانا رسالة يا أستاذ طاهر بتقول: أنا بحب مراتي قوي لدرجة إني أول مرة أحس الآية الكريمة يحبونهم كحب الله، بس هي جت عليا قوي بعد ما قدمت لها كل حاجة على مدار 7 سنين، وبصراحة اتأكدت من كذبها عليا هي وأهلها أكتر من مرة، وأوقات بتاخد حاجات تخصني وتعطيها لأهلها من ورايا، ولما واجهها تقول لي عارفة إنك مش هترفض، وبصراحة خايف قوي أكرهها أو أبعد عنها بعد الحب ده كله. فبيحبها قوي طبعا، عبر بكلمة يعني شديدة، وهي بتكذب عليه وبتاخد حاجات منه وتديها لأهلها من غير معرفته، بدعوى ان هو مش هيرفض من شدة حبه. فبيقول لك انا خايف ان انا اكرهها، انا مش عارف هو لسه ما كرههاش ليه. انا بهزر. اتفضل يا استاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الواقع لابد ان احنا نبين الحكم الشرعي للكذب. الكذب هذا محرم، حرام، لا سيما بين الزوجين طالما في غير الإصلاح وفي غير كلمات الحب. تمام. يعني ممكن الراجل يكذب على مراته بس الحياة لا تبنى على الكذب. انما اكلك حلو، شكلك حلو، الحاجات دي. انما في الامور اللي هي الحياتية المعتادة، الكذب هذا حرام شرعا. طيب هو بيقول ان هو جرب عليها الكذب، وان هي بتاخد حاجات من وراه تديها لأهلها. طبعا فيه هنفرق بين إذا كان قدر اللي خدته ده يتسامح فيه يسير يتسامح فيه، أو مال كثير لا يتسامح فيه. إذا كان القدر الذي يتسامح فيه وبمعرفته فأهلا وسهلا، هذا جائز لها شرعا. أما إذا كان مال كثير ولا يتسامح فيه يعني خدت خزين الرز اللي عنده، خدت الدقيق اللي موجود في البيت تدي لأهلها، الحاجات اللي زي دي، فهذا غير متسامح فيه إطلاقا، وبالتالي هذا يعتبر من باب خيانة العشرة، وهذا حرام شرعا. والرسول صلى الله عليه وسلم حديث فيما معناه لا تأخذ المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، ده معنى الحديث. وبالتالي هنا هذه الزوجة عليها أن تتقي الله في هذا الرجل الذي يسعى لإسعادها، لا سيما أنه يحبها حبا شديدا، فعليها أن تعتبر لهذا الحب، وعليها أن تكون أمينة على ماله سواء في القدر اليسير أو القدر الأكثر من ذلك، وعليه أن يلفت نظرها. يعني نصيحة له بقى، اقعد معاها فهمها إن هذا من الناحية الشرعية، وإن هذا الكذب يعني قد ينشأ عليه الأولاد، وبالتالي يعني يبقى أمره عظيم وخطير في الأسرة. فعليه أن يجلس مع هذه الزوجة ويعلمها من الناحية الشرعية أيضا، يعلمها الحكم الشرعي للكلام ده، والخطورة التي تبنى على خيانة الحياة الزوجية. في الخيانة اللي بقى مش الخيانة اللي بمعنى الخيانة كبير، لا، خيانة الفراش، الخيانة المعيشية. أيوة، المعيشية، الخيانة في عدم الحفاظ على أموال الزوج وإعطاء لأهلها، كل هذا غير جائز شرعا، عليه أن يجلس معها.
يبقى يقعد معاها ويعرفها خطأها، يحافظ على الحب. ويحافظ على الحب ده، ويبين لها قد ايه هو بيحبها يعني. أيوة. صح كده؟ أكيد. لأن طبعا هدم البيت مش بالساهل. ويعني أنصح الأخ السائل كذلك إن هو يعني يتعامل بالوسطية. طبعا. ما يقعدش يدي حب بزيادة قوي، لأن أنت قلت كلمة صعبة، لا أنا مش قادر أعديها، مش قادر أعديها. اللي هو يقول لك أنا بحبها وأول مرة أحس يحبونهم كحب الله. مش حد يستاهل إن أنت تحبه كحب الله. وخد بالك لو قلبك اتعلق بأي حد، حتى لو ابنك، حتى لو زوجتك، حتى لو صاحبك، بمثل هذا الحب، اتأكد إن ربنا هيعاقبك بيه. لأن لو القلب اتعلق بحد غير ربنا، ربنا هيعاقب القلب أكيد بيه. أكيد. فأنت خليك في الوسط، خليك في الاعتدال. جزاكم الله خير يا أستاذ طاهر. وجوزيتها يا أخي. ربنا ينفع بيك وبكلامك، نفع بكم ويجري الحق والحكمة على قلبك يا رب. الله يبارك ولسانك. لك. الله يبارك لك. متابعي الأكارم، الشكر موصول إليكم، ونعدكم بلقاء آخر مع فضيلة الشيخ طاهر جلال إن شاء الله، إن قدر الله لنا ذلك. تقبلوا تحياتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنقولها ونعيش معانيها، ونداوي جروحك بالراحة. ده كلامنا هيكون بصراحة.